اهلا بك بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدوري المصري يا صديقي الكروي. لو ما تعرفش ايه اللي حصل في نهاية الجولة الثالثة من الدوري المصري، تعال وانا اقول لك ايه اللي حصل بعد نهاية الجولة. اللي حصل يا صديقي ان الزمالك والمصري البورسعيدي اتساووا في عدد النقط برصيد 7 نقط لكل فريق في صدارة ترتيب جدول الدوري، ويجي وراهم بيراميدز وزد وبتروجيت برصيد 5 نقط. والاهلي كان راح الجوله دي يا صديقي عشان احنا عندنا جدول غريب بيتكون من 21 فريق، فكل فريق بيبقى راح جوله. ما ابرز نتائج الجوله دي يا صديقي كانت هو التعادل المثير بين بيراميدز وبين المصري البورسعيدي 2-2. كمان قدر الزمالك انه يفوز على مودرن سبورت 2-1 للوافدين الجدد. كمان بتروجيت قدرت انها تكسب وادي دجله 1-0. وكذلك الحصان الاسود من وجهة نظري للبطولة وهو كهربة اسماعيلية اللي قدرت تتعادل مع البنك الاهلي بنتيجة 1-1. وكمان سيراميكا كليوباترا اللي بتحقق اول فوز ليها في الدوري بالفوز على انبي في مباراة شهدت حالتين طرد بنتيجة 2-0. كمان يا صديقي هو تعادل الجونة مع المحلة بتعادل سلبي بنتيجة 0-0، ودي كانت ابرز نتائج الجولة الرابعة. خلاص يا صديقي فهي على ابواب وكله مستني يشوف ايه اللي هيحصل. ولو انت متابع المنافسة ومتابع اللي بيحصل في الدوري المصري قول لي في الكومنتات مين هيستطيع انه يخطف الصدارة في الدوري المصري، فدوس لايك وشير وكومنت وادعم اخوك عشان يوصلك كل اللي بيحصل في الدوري المصري.